السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلخص إليكم مباراة قطر والسنغال. سجل الهدف الأول بولاي ديا اللاعب السنغالي في الدقيقة 41 من الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني لصالح السنغال فامارا ديهو في الدقيقة 49 في بداية الشوط الثاني، وسجل الهدف الأول لصالح قطر محمد مونتاري في الدقيقة 79، وسجل الهدف الثالث لصالح السنغال بامبا دينج في الدقيقة 48، وانتهت المباراة لصالح السنغال 3-1. ودع المنتخب القطري منافسات نهائيات كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد أن تلقى هزيمتين في أول جولتين، في حين ستكون الجولة الثالثة بمثابة تحصيل حاصل. ووفقا لشبكة بي إن سبورتس، فإن المنتخب القطري يصبح ثاني منتخب مضيف لكأس العالم يودع من دور المجموعات بعد جنوب إفريقيا في 2010. وأضاف المصدر أن المنتخب القطري أصبح أول منتخب مضيف يتعرض للإقصاء من كأس العالم بعد جولتين فقط من دور المجموعات من المسابقة. ويتذيل المنتخب القطري المجموعة الأولى بدون نقاط، بينما يتصدر الإكوادور برصيد 4 نقاط، ثم هولندا برصيد 4 نقاط. ظهر الموزع لاعب منتخب قطر في تصريحات صحفية بعد الخسارة 3-1 أمام السنغال اليوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس العالم 2022. وقال اللاعب عقب نهاية المباراة: نحن في حالة حزن بسبب الخسارة في المباراة الثانية على التوالي. سمحت لنا الفرص لكن لم نستغلها. حاول العودة في النتيجة لكن لم نتمكن من ذلك. لم نوفق. أهداف السنغال جاءت من أخطاء وهي جزء من كرة القدم، لكن سنحاول تصحيحها مستقبلا. نعتذر للجمهور ونقول لهم إن شاء الله نسعدكم في الفترة القادمة. وظهر أيضا مدرب المنتخب القطري في تصريحات صحفية بعد الخسارة 3-1 أمام السنغال في المباراة التي جرت على ملعب الثمامة ضمن منافسات الجولة الثانية للمونديال. وقال المدرب: لعب المنتخب السنغالي بشكل أفضل منا، كما فشلنا في السيطرة على المباراة وخاصة في الشوط الثاني. حاولنا العودة ولكن لم نخلق الفرص الكافية. وأضاف: قدمنا مستوى جيد وحاولنا اللعب بتنافسية عالية، إذ ظهرنا بمستوى أفضل، وأعتقد أننا لعبنا جيدا والنتيجة منطقية. علينا التفكير في مواجهة هولندا القادمة. لدي لاعبين شباب. الخسارة ليست نهاية المطاف، وكأس آسيا المقبلة هدفنا. لدينا مباراة صعبة أمام هولندا، وخطتي للاعبين هي لعب مباريات جيدة. إن كأس العالم سينتهي لكن كرة القدم لن تنتهي. ونهاية، لا تنسى دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. دمتم بخير.